السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لحضراتكم وفيديو جديد وحلقة جديدة من أخبار وكواليس النادي الأهلي. ما تنسوش تصلوا على النبي في التعليقات ولايك وشير عشان المعلومة توصل لغيرك. طيب، كالعادة يا جماعة لا صوت يعلو فوق صوت صفقة محمد علي بن رمضان. الناس كلها النهارده وجماهير النادي الأهلي والناس كلها عمالة تقول النهارده القيد هيتقفل، بغض النظر عن إن القيد اتمد وإن اللاعب لو جه بعد الشهر ما يخلص وبعد قفلان القيد النهارده في مباريات، بدون ما اخش في تفاصيل يعني مباريات هشارك فيها وفي مباريات لا. هقول لحضرتك على حاجه عشان بس الناس تبقى فاهمه. اللاعب اهلاوي. الاول اللاعب اتصل بمسؤول النادي الاهلي امبارح: يا جماعه انا عايز اعرف واجهتي فين عشان اجيب عيلتي وانزل على مصر، ولا انزل على تونس، ولا انا مكمل زي ما انا، ولا قصه الفلوس والاقساط دي والمقدم هيتبعت، ولا الدنيا هتمشي ازاي. رجاء التخليص. اللاعب خلصان. طيب المشكله في ايه؟ النادي المجري عايز القسط الاولاني، عايز الجزء الاولاني. طب يا عم مثلا خلاص احنا عايزين البطاقه الدوليه وخلاص نعلن عن اللاعب والفلوس دي بعد اسبوع مثلا عشان فلوس محمد عبد المنعم. المشكله يا جماعه عشان ما حدش يفكر ان في رجال اعمال بتدعم، لا حد يقول لي الضماطي ولا حد يقول لي الجرحي ولا ابراهيم العرجاني. مفيش الكلام ده. مفيش حد بيدعم صفقات النادي الاهلي في الوقت الحالي. الكلام ده واقف من زمان من بعد الاستاذ ياسين منصور والناس اللي كانت بتدعم. طيب ايه يا عم؟ قال لك مش هرسل البطاقه الدوليه بتاعت اللاعب الا لما تبعت لي الجزء الاولاني. من الاخر كده بمعنى الاصح الناس مع اول مره يتعاملوا مع انديه مصريه ومفيش ثقه ان احنا هنقول بعد اسبوع او مش اسبوع. احنا عايزين القسط الاولاني. تبعت فلوس ابعت لك البطاقه الدوليه واعلن عن اللاعب من هنا واعلن من عندك. خلاص هوب اللاعب عندك. خلاص الكلام خلص. انا عايز فلوس. غير كده انت كده كده معاك كام يوم لسه. جهز ودبر امورك بدل ما تقول لي 5 ايام. خلاص بعد 5 ايام جهز فلوسك وابعت الفلوس وخد اللاعب. النادي الاهلي يا جماعه النهارده وارد بنسبه 99% يكمل او الفلوس ويبعت الفلوس ويعلن عن اللاعب النهارده. طيب ما اعلنش النهارده يبقى خلاص النادي الاهلي مستني فلوس محمد عبد المنعم الكام يوم اللي جايين يبعت يلا تعالى. خلص الكلام. والناس اللي قلقانه ان اللاعب يغير وجهه نظره سواء كان في معسكر تونس او اي حاجه، اللاعب يا جماعه ماضي ومخلص. اللاعب مخلص يا جماعه. اللاعب خلصان للنادي الاهلي يا جماعه عشان العالم تعبت من القصه دي واحنا كمان تعبنا من القصه دي بصراحه. انا كواحد من الناس وواحد من جمهور النادي الاهلي تعبت من القصه دي. فهنشوف النهارده ايه اللي هيحصل. اروح مع حضراتكم للاعب مصطفى زيكو. النهارده تم عرض ارقام اللاعب مصطفى زيكو وعرض اللاعب محمد اسماعيل ومصطفى العش وعبد الرحمن البنوبي على مارسيل كولر. بنسبه كبيره هيتم حسم واحد من الاثنين، البنوبي او زيكو، وبنسبه 99.9% هيكون مصطفى زيكو ان شاء الله يعني. وواحد من العش او محمد اسماعيل من نادي زد. الكلام ده ممكن يتم النهارده، ممكن بكره بعد بكره ممكن. انا بوصل لحضرتك المعلومه هنا، بوصل لحضرتك المعلومه والجديد. طيب هروح مع حضراتكم لمعلومة خطيرة. حاجة حصلت. اللاعب محمود بن تايك لاعب نادي الزمالك اللي اعلن عنه، اللاعب ده هرب. اللاعب ده هرب. الصفقة اللي جت مشيت. الراجل خاف ما ياخدش فلوسه ولاعب تاني خلص معاهم وبعد كده رجع تاني لنادي الريان وابلغهم بعد ما كان جاي القاهرة ان انا معلش مش هقدر اجي. ما علينا، ربنا معاهم وربنا يقويهم. عندي سؤال بقى للكابتن خالد الغندور. بما ان نادي بيراميدز يا جماعه فرض عقوبه ماليه على ابراهيم عادل وجمد اللاعب لمده 6 شهور، الغندور بقى فين اللي كان فاتح بقه مش مبطل ابراهيم عادل ايام المنتخب الاولمبي؟ ازاي ما يرجعش نادي بيراميدز وانضم؟ وايه لعيبه النادي الاهلي ازاي ما تنضمش و ممكن اعرف انت فين بقى؟ ممكن اعرف انت فين من نادي بيحرم لاعب من الاحتراف وكمان بيجمد اللاعب لمدة 6 شهور وبيفرض عليه عقوبات مالية؟ اعتقد انك مش حقاني ومش هتتكلم في الموضوع ده. اهم حاجة تتكلم على النادي الاهلي. تحياتي لحضراتكم يا جماعة.